يا مساء الفل على احلى متابعين. الاسبوع ده كان حافل بالوصفات اللي تفتح النفس، وعشان احنا بنحبكم جمعنا لكم خلاصه الاسبوع كله في فيديو واحد مش هتقدروا تغمضوا عينيكم فيه، من اول قرمشه كنتاكي لحد سر تتبيله الحواوشي اللي قلبت الدنيا، وكمان اسرار الاعشاب اللي في مطبخكم. يلا بينا نبدا الرحله. قبل ما نبدا فيديو النهارده انزلوا حالا ادعمونا بالاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخنا، وما تنسوش احلى لايك للفيديو ده. ليه الفراخ بتطلع طريه ومش مقرمشه زي كنتاكي؟ السر بسيط خالص. قبل ما اقول لك السر صلوا على النبي واعملوا متابعه ولايك. دقيق ونشا وبهارات، ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم وبصل بودر ومرقه وشطه، بعدين ميه تلج، ترجع دقيق تاني وتضغط كده. سمعت القرمشه كده عملت فراخ كنتاكي في البيت بسهوله. صلوا على النبي. لو نفسك في حواوشي سجق بالجبنه الموتزاريلا زي المحلات، تعال اقول لك السر بسرعه. صلوا على النبي واعملوا متابعه ولايك. هتحط السجق المتبل، فلفل وطماطم وحته موتزاريلا محترمه، واقفله وادخله على طاسه سخنه. بص بقى الجمال، مقرمش من بره وسايح من جوه. جربوا وادعي لي وبألف هنا وشفا وصلوا على النبي. تعمل حواوشي في البيت ومش بيطلع زي المحلات؟ تعال اقول لك السر ببساطه. قبل ما اقول لك السر صلي على النبي واعملوا متابعه ونقول بسم الله ونبدا. بص بقى، هتجيب نص كيلو لحمه مفرومه ويفضل فيها دهن بسيط، ومعاهم بصلتين مبشورين ومتصفيين من ميتهم خالص. تنزل عليهم بفلفل رومي وحامي مفرومين، شويه بقدونس وملعقه صغيره ملح وفلفل وبهارات حواوشي وبابريكا، وتعجنهم كويس قوي لحد ما يمسكوا في بعض. احشي العيش البلدي المصري لحمه مفرومه وادهنه زيت خفيف من بره، ودخله يتحمر لحد ما يبقى ذهبي ومقرمش، وبالهنا والشفا. انت عارف ايه سر الكبده الاسكندراني الصح؟ سرها بسيط جدا بس مهم، وعبد الله هيقول لكم عليه دلوقتي. صلوا على سيدنا محمد واعملوا اشتراك في القناه. اول خطوه نقطع الكبده رفيعه عشان تستوي بسرعه وتتشرب التتبيله. تتبيلتنا عباره عن خلطه سحريه: توم، فلفل، كمون، كزبره، خل، ليمون، وهنضيف ملح وفلفل ونقلبهم كويس ونسيبهم في التلاجة ساعة على الأقل عشان الطعم يتركز. الكبده الاسكندراني الصح بريحه وطعم حكايه، جربوها وهتعرفوا الفرق. الهنا والشفا. عمرك جربت حواوشي حلو بالنوتيلا والموز ويخليك سعيد ومبسوط؟ قبل ما ابدا صلوا على النبي واعملوا متابعه. نوتيلا وافردها في الرغيف، وحط قطع موز واقفل الرغيف كده، وحط الرغيف في طاسه مدهونه زيت. دلع الروح قبل ما تروح، اقسم بالله طعم خيال، لازم تجربه. الف هنا وشفا. عمرك سألت نفسك السناكس دي بتتعمل من ايه؟ طب استنى لما اعملها لك في البيت قدامك وبسهوله. صلوا على النبي واعملوا متابعه ولايك. المكونات سهله وبسيطه: دقيق وبيض وجبنه ونكهه. اخلطهم كويس وشكلهم صوابع وانزل بيهم في زيت سخن. بص القرمشه طعمها جامد بجد واحلى من جاهز كمان، وبألف هنا وشفا وصلوا عليا النبي. عارف انك ممكن تعمل دوريتوس في البيت اسهل بكتير من اللي في الكيس. صلوا على النبي واعملوا متابعه ولايك. اقطع التورتيلا مثلثات، اقليها دقيقتين بس، وبعدها احط بابريكا وملح وليمون بودر. هتديك نفس الطعم واحلى كمان. جربها وقولي ايه. والف هنا وشفا بك. لو عندك كحه او برد، الزعتر ده بيساعد يهدي الصدر ويخفف التهابات الجهاز التنفسي، استغفروا الله. وكمان بيريح بطنك وبيقلل الانتفاخ والغازات. مفيد جدا للقولون والهضم. ده غير انه بيقوي المناعه وبيهدي الاعصاب، وحتى مفيد للقلب والبشره والشعر. وما تنساش لايك وفولو عشان باقي السلسله، وصلوا على النبي. لو عندك انتفاخ او عسر هضم، الكمون ممكن يكون الحل اللي مش واخد بالك منه. الكمون بيساعد على تحسين الهضم وتهدئه الانتفاخ بشكل طبيعي، خصوصا لما تستخدم صح. جرب تضيف الكمون لاكلك كل يوم وهتلاحظ فرق حقيقي في الهضم والصحه بشكل عام. دي كانت مقتطفات من اسبوعنا، يا رب تكونوا استفحتوا وجوعناكم شويه. كل وصفه عملناها كانت بحب عشان تطلعوا احلى طعم لاولادكم ولعيلتكم. لو لسه ما اشتركتوش في عيله عبد الله فود، مستنيين ايه؟ دوسوا لايك واشتراك حالا، واستنونا الاسبوع الجاي بوصفات اقوى واجدد. سلام.